زمان كان عدد المشهورين قليل قوي وكانوا من الناس اللي عملوا حاجة عظيمة بجد، لكن دلوقتي بقت مجرد عدد متابعين بس. بعض من الناس دلوقتي بقت ماشية بمبدأ خالف تعرف لمجرد ان هي تتشهر بس، لدرجة حتى كمان ان هم بيلعبوا في الفطرة. الراجل بقى بيتشبه بالست والست بقى بتتشبه للراجل لمجرد ان هم يتشهروا. تفتكر بقى الشهرة بقت ارخص ولا لسه ليها نفس القيمة؟ وهل كل مشهور ناجح؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. في مقولة للأديب الإنجليزي أوسكار وايلد بتقول: هناك نوعان من المآسي في الحياة، الأولى هي أنك لا تحصل على ما تريد، والثانية هي أنك تحصل على ما تريد. المأساة الأولى إنك ما تحققش اللي أنت عاوزه، والمأساة الثانية إنك تحقق اللي أنت عاوزه. مفهوم الشهرة عند 85% من الشعب المصري إنه نجاح، والدليل على كده إن أغلب الناس بتعظم وتكبر وتدي للناس المشهورة امتيازات ما بتديهاش لحد غيرهم، ده لمجرد ان عنده عدد متابعين بس. ايا كان المحتوى اللي بيقدموه ايه، سواء محتوى كويس او محتوى مش كويس. المطاعم واي حد بيقدم خدمه ومحلات الملابس بيجيبوا الراجل ده او الشخصيه اللي هي المشهوره دي لمجرد بس ان الكاميرات عليه دلوقتي، بعيدا بقى على الرقم العالي من المشاهدات ده على حاجه ذات قيمه عاليه وهتفيد غيرهم او لا. المجتمع الارضي عموما، المجتمع كله، الدول كلها الا الدول القلائل، يعني قليل جدا من الدول بيقدروا ويعظموا ويحترموا المشهور عن غيره، الا شويه دول قليله بس كده هي اللي ايه، عارفه تعظم مين وما تعظمش، عارفه تدي لمين مكانه وعارفه تديش لمين مكانه. الشعب بيبص للنظره لده حاجه والنظره لده حاجه تانية خالص. دي دول قليله قوي. يعني المجتمع الارضي معظم الدول على مستوى العالم طالبه ده، الحته دي موجوده عندهم، ان هي تعظم المشهور. وفي مقوله لعلي بن ابي طالب بتقول: دارهم ما دمت في داره. لو حد له سابق زياره للعراق هيكون عارف الكلام ده كويس، او اي دوله من الدول اللي بتاكل الرز بايديها. طالما انك قعدت في ارضهم وسطهم يبقى لازم تاكل الرز بايدك زيهم. هو مش فرض مش قران، ولكن ده اللي في الاغلب بيحصل. طالما انت في ارضهم وفي دارهم يبقى لازم تداريهم. المجتمع الارضي ومعظم دول العالم بتقول لك ان وسيله من مليارات الوسائل للنجاح هي الشغل. لما نيجي للاصل بقى والمرجع بتاعنا والمكان اللي بنلجأ له عشان نعرف اصلنا والصح والغلط ايه، الا وهو القرآن، هنلاقي ان الكثرة لا تدل نهائيا لا على الصلاح ولا الخير. وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون. ده مش دايما ان الشهرة والكثرة مؤشر للنجاح، بل اغلب المواضيع اللي اتذكرت في القرآن اللي فيها كثرة مذمومة مش ممدوحة. وقليلا من عبادي الشكور ما آمن معه إلا قليل إن كثيرا من الناس لفاسقون. وغيرهم أكتر وأكتر لا يؤمنون لا يشكرون لا يعلمون لا يعقلون. إذا يعني الأصل بتاعنا بيقول لنا إن أغلبية الكثرة وليست الكل، أغلبية الكثرة هي مذمومة. طيب في موضع في القرآن برضو بيمدح الكثرة بس بطريقة غير مباشرة، زي دعاء سيدنا إبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. أي يا رب لما أموت خلي لي ذكرى كويسة وقدوة حسنة الناس يقتدوا بيه في الخير. بلغتنا احنا كده أكون مشهور والناس تقتدي بيه في الخير بعد لما أموت. عندك برضو موضع تاني: ورفعنا لك ذكر، أي نشرناه بين الناس بقى مشهور كده. ذكر سيدنا محمد بقى مشهور بين الناس، ما بيتذكرش اسم ربنا اللي ورا اسم سيدنا محمد. عندك في الشهاده شهاده ان لا اله الا الله محمد رسول الله، عندك في الاذان، عندك في القران. ايه ده؟ طب ما الشهره حلوه اهي، امال ايه بقى؟ يجي بقى الرد على السؤال: هل الشهره نجاح؟ خدها قاعده ثابته وعامه بقى، تعممها مش على الشهره بس، على اي حاجه. كل نجاح دنيوي لا يؤدي بك الى نجاح اخروي فهو نجاح مزيف. نقطة هنا بقى كده، قيس بقى على كل حاجة في حياتك. سيبك بقى من معيار المجتمع اللي احنا فيه او معيار الدنيا عموما. المعيار الاساسي هو الاصل، هو اللي احنا بنرجع له على طول، اللي هو ربنا والقرآن. انا عارف ان احنا في بيئة المجتمع اللي فيها يعني عاوزك تعمل حاجة على هواه، عاوزك تعمل حاجة عليه هو. مفيش مشكلة لما تجمع بين اللي على هوا المجتمع. انا شايف بصراحة يعني دي وجهة نظري، يعني دي خارج السكريبت والله، ان الواحد يجمع ما بين اللي المجتمع عاوزه وان الاصل عاوزه، اللي هو القرآن وربنا. ازاي؟ طب الناس المشهورة اللي بتقعد تاكل وتقيم الاكل دول ايه؟ انا وجهة نظري في الموضوع ده تتلخص في شخصية جميلة جدا اللي اسمه ادمز فود، صفحته على الفيسبوك. بينزل ويروح المطعم ويطلب الاكل اللي عاوزه ويحاسب عليه ويقعد وياكل ويقيم الاكل ويقول رايه، واسلوبه جميل قوي قوي قوي. دايما كده كل ما يجي ياكل يقول بسم الله. اصلا الناس يعني لما تيجي تخش في الكومنتات عليه هو هتلاقي ان التعليقات يعني 5 أو 10% عن الأكل، و90% دعوات لمامته المتوفية ربنا يرحمها يا رب، ودعوات لأهله اللي كانوا السبب في تربيته، إنه يطلع في كل فيديو يطلع يقول السلام عليكم ويطلع يسمي الله قبل ما ياكل يعني ويحافظ ويعلم الناس أصلا في الفيديو إزاي الناس تاكل.
واسلوبه راقي جدا وجميل جدا. في حاجه زي كده في رايي واعتقادي ان ده نجاح، ونجاح كبير قوي قوي قوي، مش اي حد يعمله. انا بقول لك، انا لما بقرا الكومنتات بس كده بشوف الناس بتشكر اهله وبتدعي له وبتدعي لاهله اكتر ما بيجيبوا سيره الاكل اصلا. يعني مثلا تلاقي خمسه تقول لك انا رحت جربت المطعم ده مش عارف ايه وايه، والباقي كله بقى بيذكر لك في اهله وكل حاجه جميله بسبب اسلوبه الراقي ده واسلوبه الجميل، ويدعو لوالدته بالرحمه بسبب اسلوبه وسبب تربيتها له. شايف هو السبب في ايه؟ يعني هو من بعده ايه اصلا اللي هيتساب له من وراه؟ فهي قاعده عامه ثابته: اي نجاح دنيوي لا يؤدي بك الى نجاح اخروي فهو نجاح مزيف. ده المعيار اللي تقيس عليه، مش اي معيار. يعني يقال ان الشهرة عمر بعد عمر، يعني الشهرة دي عمر بعد عمر. يعني في ناس لما بتموت الشهرة وسيرتها واخلاقها بتفضل وراها عايشة بعدها عمر تاني. وخير دليل على كده سيدنا محمد وسيدنا ابراهيم رضي الله عنهم، صلى الله على سيدنا محمد. هي قاعدة ثابتة وعامة، مرجع تعود ليها على طول. بس دمتم في رعاية الله.